لو لسه بتلاقي دايما لياقه القميص كده دايما صفرة معاك ودايما مش نظيفه حتى بعد الغسيل، الفيديو ده هقول لك على وصفه سحريه ازاي تخلي لياقه القميص والاساور دايما نضاف معاك، سواء كان القميص ده ابيض او ملون. معظم الاتساخ اللي بيبقى موجود في الاماكن ديت بيبقى من الصعب انها تنضف في الغساله او بتنضف بمسحيه عاديه، عشان كده في الفيديو ده هقول لك على خلطه بسيطه جدا هتقدر تعملها من مكونات كلها موجوده عندك في البيت. طريقه الخلطه ديت هتقدر تنضف الاتساخ والصفار اللي بيبقى موجود في الاماكن ديت. اول حاجه هنعملها هنجيب عندنا اي طبق فاضي، وهنجيب اي معجون اسنان عندنا في البيت احنا بنستخدمه. هنحط في الطبق قطعه صغيره كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنجيب معلقه بيكربونات الصوديوم، وبعد كده هنحط عليهم شويه خل. وما تقلقش خالص من الفوران اللي انت هتشوفه ده طبيعي جدا، لا فيه غاز سام ولا فيه ريحه سامه ولا الكلام ده كله. بعد كده هننزل عليهم بشويه كلوريكس الوان. ويا جماعه في فرق كبير جدا ما بين الكلوريكس الوان والكلوريكس ابيض. بعد كده هندوبهم خالص في بعض كده لحد ما الخلطه دي تدوب معانا كلها في بعضيها. ستات بيوت كتير جدا لما بتيجي تدعك القميص بتدعكه بالشكل ده كده، وده اكبر غلط. لان بعد فتره بتلاقي الحشو بتاع اللياقه ده اللي جوه كله باظ، وبتلاقي اللياقه كلها نفخت. وستات كتير جدا بينضفوا اللياقه ديت بكلور ابيض، وده اكبر غلط. هو هينضف مره والتانية بس بعد كده هيعمل صفار مش هيطلع باي مسحوق. المهم لما نيجي ندعك اللياقه بقى بندعكها بالشكل ده كده، ان احنا بنحك اللياقه كده في بعض. وده عن طريق الاحتكاك بتنضف، او عن طريق ان احنا بنجيب اي فرشة اسنان او اي فرشة ملابس ناعمة، وبنبدأ ناخد من الخليط ده وبنبدأ ندعك اللياقة. هنسمي الله بقى ونبدأ ان احنا ناخد الخليط اللي احنا عملناه ده ونبدأ ندعك بيه اللياقة. وطبعا بندعك برضو بالراحة مش جامد ولا حاجة، وده بيبقى على حسب الاتساخ اللي موجود في اللياقة ذات نفسه. عاوز اقول لكم على حاجة مهمة، الخلطات اللي انا بعملها كلها آمنة تماما على جميع الخامات والالوان بتاعة الملابس. والناس اللي فاهمة ان الخل بيتفاعل مع الكلور، هو فعلا بيتفاعل مع الكلور الابيض بس. انما الكلوريكس الوان ملوش علاقة بالكلور الابيض، ده حاجة وده حاجة. ودايما انا بستبعد الكلور الابيض من اي خلطات انا بعملها، مع انه مبيض ممتاز للالوان البيضاء. بس مع كتر استخدامه مرة في التانية بتلاقي اللبس منك اصفر وما بتعرفش ترجعه تاني لطبيعته. طبعا انا خلصت الليلة القميص اهيت، وزي ما انت شايف لونها بدأ يفتح خالص اهوت، هشطفها بقى بشوية مية. وطبعا لو انت بتعملها في البيت او حضرتك بتعملها في البيت بتاخديها زي ما هي بقى وتحطيه في الغسالة يتغسل دورة غسالة عادية خالص. وبرضه زي ما قلتلك لما تيجي تتعاكي اللياقة حاولي ما تتنهاش خالص، عشان اللياقة بعد كده ما تنفخش منك ولا الحشو بتاعها يبوظ. زي ما انتوا شايفين اهيت اللياقة فتحت خالص معايا اهيت من غير مبيض ومن غير الكلام ده كله. وده شكل القميص اهوت بعد ما نضف. يا ريت تعمل لايك بقى للفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.